السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، النهاردة هناخد درس سريع كده. بيقولك comparing big numbers. يعني هو هنا بيقولك ان احنا هنعمل زي مقارنة الارقام الكبيرة. عندك رقمين، عايز اعرف الرقم الاكبر، اعرفه ازاي؟ فاحنا عندنا طريقتين. في طريقة لو الارقام كلها نفس العدد، يا اما الارقام في واحد اكتر وفي واحد اقل. طيب يعني طيب انت بتقول طب تعالى ناخدها واحده واحده كده مع بعض. اول حاجه different number of digit. هو هنا مديك رقمين، قالك قارن بينهم. تعالى بص هنا عد، هتلاقي دول 7 digit. طب عندك دول 6 digit. ده كده بالمفهوم ان طبعا اللي فيه 7 digit اكبر من ال 6 digit. حتى هو هنا بص عامل لك علامه ان ال 7 digit اكبر من 6 digit. دي مفيهاش مشكله كده. احنا خلصنا نص الدرس. فيها مشكله؟ لا، سهله. طب تعالى للتانية same number of digit. عندك بقى مثلا مديك 5 ارقام وصدر 5 ارقام. طب دي نعمل فيها تعالى انا بص موضحها لك بالخطوات عشان نمشي عليها. بص هو هنا مديك مثال، بيقولك اعمل مقارنة بين ده وده. طيب احنا اول خطوة عشان نعمل مقارنة بنعمل بناخد اول رقم على الشمال اللي هو ال1. بص تعالى هنا ستيب 1 اهي كده، compare the 10,000 اللي هو اخر رقم على الشمال، معمول 1 و1. طب لقيناهم زي بعض، ناخد الرقم اللي بعده. طيب احنا هنا خدنا ال1 وال1 لقيناهم زي بعض. طب هنا ناخد اللي زي الرقم اللي بعده، الرقم التاني والتاني، لقيناهم برضو زي بعض. طب ناخد الرقم التالت، لقينا واحد 6 واحد 7. طبعا ال7 اكبر، يبقى الرقم اللي فيه ال7 هو الاكبر. فهمتني كده؟ يبقى انا هنا تاني عشان اعمل مقارنة، انا ببص على الرقم الاولاني هنا والرقم الاولاني هنا، لقيتهم زي بعض. طب ابص على الرقم التاني هنا والرقم التاني هنا، طب لقيتهم زي بعض. ابص على التالت، لقيت ال7 اكبر، يبقى كده الرقم اللي فيه ال7 اكبر. طب لو لقيتهم زي بعض هبص على الرابع، هبص على الخامس، لحد ما اشوف انهي رقم اكبر، وهو ده ال7. كده فهمنا صح؟ موضوع اهو سهل وبسيط، وخلصنا الدرس. وبرده زي ما متعودين هبعت لكم الكويز تحلوه، ومستنى النتائج بتاعتكم. شكرا.